ان مرتضى طلبنا منه طلبين قبل كده. في مجلس معين بعد حل مجلسه، وطلبتوه يساعد المجلس المعين ده ووافق. بس انا كنت عضو في المجلس فهو بيساعد برضه عشان ماشي، بس بس عشان اصل احنا في تابوهات كده من برضه من وانا من ساعه ما انا اتولدت وانا حافظها. كان دكتور كمال هو رئيس النادي. ماشي، بس في تابوهات كده من ساعه ما اتولدت وانا حافظها في نادي الزمالك ايوه. برضه، ان المستشار مرتضى يا موجود يا بيحل اي مجلس موجود وبيحاربه. لا ده كذب، ده ما حصلش. ما حصلش بدليل ان هو خد حكم في 2009 ان في تزوير في انتخابات 2009 اللي نجح فيها استاذ ممدوح عباس. وساعتها الزمالك انا فاكر كسب كاس مصر او حاجه كده، فمرتضى تنازل عن تنفيذ الحكم وقال لي ايه ما دام النادي ماشي. لا قولها، لا قولها، ما اصل ما ما هو ما الحاجات دي دي، بتتنسي الحاجات بس. دي الحاجات دي انا بقول لك اهو، انا ما بتقالش، انا بالنسبه لي ان اللي لا بنسمعه تنازل، خد واللي حكم الناس بتزوير انتخابات الاستاذ ممدوح، وتنازل عن تنفيذ الحكم عشان مصلحه النادي. عشان النادي كان ابتدى ايه هيمشي اهو، خدنا بطولة كاس مصر اخيرا بعد فمش 3 عايز سنين الدنيا دي. و... وقال خلاص يعني الراجل ياخد فرصته. شايف ان منتخب مصر هيبقى ليه حظوظ انه ياخد بطوله افريقيا بقى بعد 15 سنه ما شمناهاش؟ والله بص انا بحب حسام حسن وابراهيم حسن، ف ومن الناس اللي مقتنعين بيهم يعني. حتى خد بالك انك تبقى حامي وكده دي مم. مر يعني مش عيب طبعا يعني. طبعا. ده من ضمن مميزات، مم. الا لو انت اتجاهك تجيب حد اللي بيفكر اللي الهادي. هادي. فاعتقد منتخب مصر محتاج ده. أه بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وهنروح بقى الماتشات، لازم نروح الماتشات خد بالك. طبعا هتسافر لازم الناس معايا؟ اجي معاك. دي بلد جميلة بقى. اه المغرب طبعا المغرب بلد جميلة جدا خلاص يبقى انا وانت وبيحبوا في مصر الماتشات جدا. مع بعض. طب رايك ايه في لما شفت بن شرقي وزيزو وامام ثلاثه في الاهلي؟ زعلت طبعا، بس يعني الحياة ما بتقفش على حد. الزمالك اكبر من كده والاهلي اكبر من كده. الاهلي اكبر من اي لعيب والزمالك اكبر من اي لعيب. يا جماعة الكورة ما فيهاش عواطف. ما فيش لعيب في الزمالك ولا في الاهلي واحد بيحب الاهلي وواحد بيحب الزمالك. كلهم ما بيحبوش الاهلي ولا الزمالك. ده بالنسبة لهم شغل، ولا بيحبوا الجمهور، يعني ما فيش الكلام ده. يعني عايز افهمهم ان هو مالكش اماره عند اي لعيب اللي يقعد يقول لك وفلان قطع فلان نفسه وابن عشان النادي ما فيش من ايه تو زد. يعني ما فيش لعيب بيزنس. كله بيزنس. الكلام ده في عصور الثمانينات والسبعينات والستينات، وممكن ما يبقاش كلهم كمان. لكن في العصر الحالي انسى. انسى لعيب يكون بيحب الزمالك ممكن يبقى زملكاوي اصلا. بس في الاخر مش على حساب لو جاله مصلحته. الاهلي هيروح الاهلي. مش على حساب مصلحته. بقى جاله الاهلي ب 20% زياده هيروح 20%.